محمد علي اللي اتعين والي على مصر سنة 1805 بعد ما كان جندي تابع للدولة العثمانية. بمرور الوقت بدأ طموح محمد علي يكبر، وبسبب ضعف الدولة العثمانية وعدم قدرتها على مواجهة التمردات والثورات بدأت تعتمد على محمد علي، وده اللي خلى محمد علي يطمع، وخصوصا ان ما بقاش عندها جيش قوي. فبقى محمد علي هو اللي مطلوب منه انه ينهي تمرد آل سعود على الدولة العثمانية، وهو اللي مطلوب منه انه يحارب الثوار اليونانيين. وطبعا محمد علي نفذ اللي اتطلب منه واستنى مكافأة من السلطان على مجهوداته دي. لكن السلطان العثماني ما كافئش محمد علي بأي حاجة، وبعد محاولات مستميتة من محمد علي انه ياخد اي دعم، السلطان بالعافية اداله جزيرة كريت. فمحمد علي حس ان الدولة العثمانية بتستغله، يعني التقدير حلو برضه. طبعا انت هتقولي ان محمد علي كان والي على مصر تحت حكم الدولة العثمانية، وده معناه انه تابع ليهم، فمعناه ان الجيش المصري جيش تابع للدولة العثمانية. لكن الكلام ده مش حقيقي، لان محمد علي كان والي تابع للدولة العثمانية، لكن في الحقيقة محمد علي هو اللي أسس الجيش المصري بعد ما بعت جاب خبراء من فرنسا علشان يساعدوه في بناء الجيش. لكن محمد علي كان عينه على حاجة واحدة طول الوقت، وهي السيطرة على الشام، لان الشام دي بتعتبر البوابة الشرقية لمصر، وشاف محمد علي ان الشام لو تحت ايده هيقدر يعمل دولة قوية. لكن السلطان العثماني